مساء الخير عليكم. النهاردة عايز أكلمكم عن الطاقة، أنواع الطاقة، مصادر الطاقة، والطاقة في مصر ومشاكلها في مصر. في الأول، إيه هي الطاقة؟ الطاقة هي القوة المحركة للتنمية في أي دولة. من غير طاقة مفيش تنمية، من غير طاقة مفيش مصانع هتدور، من غير طاقة مفيش مستشفيات، مفيش مصانع حديد وصلب، مفيش مصانع ألمنيوم، مفيش إنارة في البيوت، مفيش مفيش كل ده. والطاقة ومشاكلها ومصادرها الشغل الشاغل لكل الدول دلوقتي، سواء نامية فقيرة متقدمة. آه، جيوش من العلماء والباحثين والمتخصصين بيدوروا على أنواع جديدة للطاقة، مصادر جديدة للطاقة، موفرة، صديقة للبيئة، ما بتدمرش البيئة، رخيصة، مستديمة. لكن بالنسبة لمصادر الطاقة المستخدمة حاليا، زي الوقود الأحفوري، فحم، نفط، بترول، غاز طبيعي. مشكلته انه مصدر قابل للنضوب، هيخلص في يوم، هيجي وهيخلص، وبيسبب مشاكل تلوث بيئي. آه، مثلا في برضو مصادر للطاقة، مصادر ميكانيكية، زي مساقط المياه والسدود وحركة المد والجزر وطاقة الرياح. وكل دي بتولد آه، كهرباء عن طريق آه، دوران توربينات، بتدور توربينات. في برضو الطاقة الشمسية، وبيتم الاستفادة منها بطريق مباشر أو غير مباشر. ويستفاد منها عبر التسخين المباشر في عمليات تسخين المياه والتدفئة والطهي، ويمكن تحويلها مباشرة لطاقة كهربية بواسطة الخلايا الشمسية. في برضو مصادر تانية للطاقة، اللي هي الطاقة الحرارية الجوفية. في بعض المناطق القريبة من سطح الأرض في ينابيع حارة، في أيسلندا مثلا بتنتشر الينابيع دي، وبيستفاد منها لأغراض التدفئة والتسخين. في برضو مصادر الطاقة زي الكتل الحيوية، البايوماس، اللي بيتم اللي هي المخلفات العضوية، اللي بتشمل مخلفات زراعية، مخلفات منزلية، بيتم تخميرها في حفر خاصة، وبيتصاعد منها غاز الميثان، وهو غاز قابل للاشتعال. في برضو مصادر طاقة تانية زي غاز الهيدروجين. وغاز الهيدروجين ده بنأمل انه يكون مصدر مهم للطاقة في المستقبل. وفي سيارات ظهرت بتعمل على غاز الهيدروجين، وبرضه بيتم استفادة أبرز تطبيقاته الاستفادة منه في خلايا الوقود. وفي برضه بيتم استفادة منه بعملية كيماوية، اتحاد الهيدروجين والأكسجين، ممكن نحصل على طاقة كهربية. وفي برضو مصدر للطاقة اللي هي الطاقة النووية، اللي بتنتج عن الإشطار النووي في المفاعلات النووية، وبيستفاد منها في تسيير السفن والغواصات وتوليد الطاقة الكهربية. طبعا معروفة سلبياتها، النفايات المشعة اللي بتسبب مشاكل بيئية ومشاكل للبشر، منها مثلا النفايات المشعة دي بتسبب أنواع من السرطانات. لكن الطاقة النووية دي مثلا في دول مع مع ضوابط
السلامة العالية اللازمة لمنع انفجار المفاعل، في دول بتستعمل الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربية، لكن غالية، مكلفة، خطرة، لكن في بعض الدول مفيش حل غيرها. وفي هنا مثلا يستفاد منها في تسيير السفن والغواصات. في غواصات عسكرية بتستعمل شحنة من اليورانيوم، ممكن الشحنة دي كام كيلو يورانيوم يكفوها لمدة 20 مثلا شغالة 20 سنة. الغواصة دي ماشية بالكام كيلو يورانيوم ده. في هنا صورة بتمثل إنتاج الطاقة الكهربية، أو في هنا مساقط للمياه ممكن الاستفادة منها في توليد الكهرباء عن طريق إدارة التوربينات. وفي مصر المثال على ده السد العالي. في هنا منظر لاستخراج البترول من حقل من الحقول. وطبعا الدول اللي بتعتمد على البترول في إنتاج الطاقة الكهربية منها دول الخليج، مثلا السعودية والكويت والإمارات والبحرين، بتستعمل البترول في إنتاج الطاقة الكهربية. في هنا منظر ل طواحين الهواء، طبعا تصميم حديث، وده موجود مثلا هنا في هولندا. هنا بيستعملوا طاقة الرياح على نطاق كبير، وهولندا من أكبر الدول على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الكهربية من الرياح. في عدد في مزارع لإنتاج الطاقة الكهربية من طواحين الهواء، وبيتم ضخ الطاقة الكهربية لشبكات وتوزيعها بطريقة سليمة. في هنا منظر لمفاعلات نووية مستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربية. في هنا كومبينيشن أو مزج ما بين إنتاج الطاقة الكهربية وزي ما احنا شايفين في أسفل الصورة خلايا شمسية، استخدام طاقة الرياح واستخدام الطاقة الشمسية. في هنا منظر لإنتاج الطاقة الكهربية من مزارع شمسية. المنظر ده متاخد من مدينة في أسبانيا. زي ما احنا شايفين مساحة كبيرة، في برج على اليمين. البرج ده بيستقبل تجمع الأشعة من المرايا الموجودة تحت. المرايا اللي تحت دي كل مراية موجهة على نقطة أو مساحة في البرج، اللي هي الجزء العلوي من البرج، بتجمع الأشعة فيه. ودرجة الحرارة بتصل إلى مثلا 400، بتصل لدرجات حرارة عالية. تسخين مية، وبعد كده المية دي بتتبخر، وطاقة البخار بتشغل توربين، والتوربين بيولد طاقة كهربية بتوفر الطاقة الكهربية مثلا لمدينة كاملة بسكانها ببيوتها بمصانعها. الطاقة الشمسية اللي هي من أهم مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم، ودي طاقة غير قابلة للنضوب، وطاقة ببلاش رخيصة، يعني ما بتدفعش فيها، وطاقة ما واستخدام الطاقة الشمسية ما بيضرش بالبيئة. الطاقة الشمسية ممكن الاستفادة منها عن طريق المزارع الشمسية أو السولار فارم.
ده منظر لمزرعة شمسية. شايفين كل أعداد المرايا العاكسة الموجودة على الأرض دي كلها بتجمع الطاقة الشمسية في نقطة معينة، في مكان معين، وعن طريقها بيتم تسخين المية، وبعد كده المية تحول لبخار، والبخار ده طاقة، وبعد كده بتحرك التوربينات دي بتولد طاقة كهربية. طبعا المزارع الشمسية محتاجة مساحة، ومفيش أكتر من مساحات في مصر. ممكن في الظهير الصحراوي يتم إنشاء المزارع الشمسية دي. وزي ما احنا عارفين الشمس في مصر يعني نقدر نقول مثلا 360 يوم في السنة من 365 يوم، يعني 95% من أيام السنة في مصر أيام مشمسة. ده غير أوروبا، يعني في أوروبا لما يكون اليوم اللي يكون فيه شمس ده يوم عيد، الناس تطلع تزغرف في الشارع. لكن في مصر الشمس موجودة والشمس متاحة، ودي ميزة لمصر. ده منظر تاني لمزارع شمسية. في هنا شايفين 1 2 3 لمزارع شمسية. في هنا تحويل الطاقة الشمسية بطريق مباشر لطاقة كهربية عن طريق الخلايا الشمسية. ودي برضو ممكن الاستفادة بيها على أسطح المنازل، على جدران المنازل، يعني أي مساحة معرضة للشمس ممكن تحط فيها خلايا شمسية. في أوروبا هنا في بيوت على الأسقف الخاصة بيها في خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربية. ده بالرغم من ان مثلا ان الشمس هنا في اوروبا او في دول اوروبا مش زي الشمس في مصر. يعني في مصر في شمس كتير على مدار السنة. في اوروبا نقدر نقول مثلا نص السنة في شمس، ونص السنة مطر وغيوم و... ونص وفترة النهار قليلة. ومن أكثر الدول تقدما في إنتاج الخلايا الشمسية ألمانيا، وممكن نستفيد منها في خبراتها. ممكن نستعين بالدعم الفني من ألمانيا وأوروبا في مجال الطاقة الشمسية. وعلى فكرة على ما أعتقد إن بالنسبة للدعم الفني وإمداد مصر بالخبرات من دول أوروبا مش هتبخل. بس يعني مصر تسأل الأول وتطلب الأول من يوم احنا محتاجين مساعدتكم، دعم فني، معلومات، خبرات، دراسات، كل ده أوروبا مستعدة في المجال ده، وبرضو أمريكا مستعدة في المجال ده. بس اطلب وبين انك انت فعلا عايز تتعلم او عايز تنمي نفسك في المجال ده. وبرضو لو عايز خبرات في إقامة مصانع لخلايا شمسية، لسخانات شمسية، لمواقد شمسية، كل ده برضو الكل عايز يساعد. حتى برضو في على ما أعتقد وأنا يعني أؤمن إن الدول دي عايزة تساعد مصر، بس بين إنك أنت هتقدر تقف على رجليك وهتقدر تسدد. يعني مثلا أوروبا وأمريكا ممكن تساعدنا بأنها تدينا أجهزة وخلايا شمسية، وألمانيا تدينا خلايا شمسية، وكل ده. بس بين انك انت ممكن تقدر تقف على رجليك وتسدد بعد كده، لان ده بالنسبة لهم اصلا يعني بالنسبة لهم ده استثمار.
زي البنك. البنك مش هيديك تعريفة إلا إذا ضمن إنك أنت هترد له القرض ده بالفايدة. لكن لو البنك حس إنك أنت مش هتقدر تسدد، لو طلبت جنيه مش هيديك. لكن لو البنك حس إنك أنت هتسدد، لو عايز مليار هيديك. ودي نقطة مهمة بالنسبة ل طلب معونات من أوروبا وأمريكا. في هنا شايفين منشأة السطح بتاعها بالكامل عبارة عن خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربية. ممكن الاستفادة برضو من الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، ودي يعني يمكن نحتاج لها في المستقبل، يعني محدش ضامن. على سواحل البحر الأحمر وسواحل البحر المتوسط ممكن إنتاج محطات لتحلية مياه البحر من الطاقة الشمسية. زي ما احنا شايفين هنا على مسافة قريبة من